مساء الخير متابعينا، ويا هلا بكم بفيديو جديد. اليوم حبيت أسوي وياكم أو أشارككم غدانا البسيط. هذا الغدا دائما احنا بنكون أجواء ممطرة وشوية برد، نحب نسوي التمن ماش. فتابعوا وياي الفيديو الأخير وشوفوا طريقتي بتحضيره، ويلا بينا. أول شي عندي قلاص ونص من الماش. أنا أستخدم الماش الحبة الكاملة، أحبه أكثر، فأنتم ممكن تستخدمون الماش المجروش. أول شي راح أبدي أغسل الماش مرة واحدة مو أكثر، بس أوقع من عند الأتربة وأصفيه وأرجع أنقعه بالمي. فترة التنقيع أخليه تقريبا من 3 ساعات إلى 4 ساعات، وبعدين نسلقه. من بعد مرور 4 ساعات صفيته من المي وخليته بالجدر، وراح أضيف عليه كمية زينة من المي، لأنه هذا المي أني راح أسلق بيه الماش، ومن يستوي راح أضيف له التمن، فأريد يكون مستوى المي يكون كافي. خليته على النار وأضيف له رشة من الملح أو ملعقة كبيرة من الملح. هذه أو هاي الكمية مال الملح هي فقط للماش. من بعد ما يستوي هنا جيت أجربه، بعدها يحتاج تقريبا ربع ساعة أو 3 ساعة. بهاي الأثناء راح أحضر البصل. عندي راسي من البصل، استخدمت الأبيض والأحمر، وأبدي أقطعه بهذا الشكل. ممكن تقطعوه جوانح بالطول، أنا حبيت أقصه بالنص وبعدين أسوي جوانح يعني تكون متوسطة. البعض يضيفون للبصل طحين أو نشا، أنا أحب أقليه مثل ما هو، فقط أضيف له الملح، وراح أقليه بزيت غزير حتى يستوي زين وبعدين يتقرمش. رجعت على الماش، بهاي الوقت صار مستوي. الحبة مالته راح أراويكم إياها شلون بدأت تتفتح. بهاي المرحلة يعني استوى عندنا الماش. هسه أقدر أضيف له التمن. طبعا أنا التمن منقعة قلاصين من التمن البسمتي، مدة التنقيع نص ساعة تقريبا أو 3/4 ساعة، وضفتهم ويا الماش، وضفت تقريبا ملعقة أو نص من الملح. يعني صار عندنا ملعقتين ونص ملح احنا ضايفين بهاي الأكلة. أتركه على ما يستوي. أجي أحضر البصل. هنا خليت جدر صغير على النار، خليت النار الصغيرة حتى يستوي البصل على راحته، وضفت كمية من الزيت تقريبا كوب من الزيت، واختبرته بحبة بصلة صغيرة أشوف الحرارة مالته زينة صارت. يلا أنزل بيه البصل، أبدي أقلبه حتى تتفتح الطبقات مال البصل. كل شي ما أضيف له، فقط الملح راح أضيف رشة بسيطة، وأتركه يستوي أو يتقلى على راحته. بهاي الأثناء راح أرجع على التمن. هنا التمن بدت الحبة مالته تستوي، أنا ما أريده يستوي تماما، أريده من يتهدر يستوي، فتقريبا 75% مستوى التهدير أو مستوى الاستواء مالته العفو. صفيته ونظفت الجدر ورجعت التمن ماش بالجدر بدون إضافة أي زيت. أنا الزيت اللي راح أستخدمه هو اللي راح أقلي بيه البصل. هنا البصل بدأ يتحمر عندي، بقى بس شوية يتقرمش وأصفيه زين من الزيت. انتوا اكيد تشوفون المستوى اللي تحبوه، هذا المستوى يكون كافي بهذا الشكل. هنا بديت اصفيه وراح استخدم هذا الزيت، طبعا مو كله اكيد، راح استخدم شوية منه على التمن، والباقي اضمه يكون طيب بهواي اكلات خصوصا ويا البيض. طبعا الزيت يكون حار ونظيفه. أنا تركت التمن ماشي يتهدر، طبعا جوا خليت السباية وأتركه على نار جدا هادئة لمدة 3 ساعة ويصير عندنا جاهز. بهاي الأثناء راح أحضر أي شي إحنا نحب نقدمه ويا التمن ماش. ممكن السلطة، الطرشي، المقبلات، الخضروات إذا متوفرة. فاليوم حبيت أسوي لهم السلطة بشكل سريع اللي هي خيار وطماطة ومعدنوس. وهنا أني صبيت الأكل مالتنا. التمن ماش كمل، التهديرة مالته صارت مضبوطة، والحباية مال التمن يعني
كل وحدة بحبايتها ما عجن، وأكيد يزين بالبصل المقرمش أو المقلي. هذا هو الشكل النهائي إله. راح نقدم وياه اللبن والدبس. فأني بالبداية راح بس أراويكم إضافة الدبس إله. وبهذا الشكل أكلتنا أو غدانا يكون جاهز. أتمنى أنه عجبكم هذا الفيديو. ألتقيكم على خير في فيديوهات جديدة، ومع ألف سلامة.